دكتور انت مش قلتي هتعملي دايت؟ يا شيخه بتيجي تلاقي كده. تعالي يا رنا، قلت يا رنا انتوا دايما بتسرقوني. خلصت من رضوى دلوقتي رنا. 4 حاجات عشان ناكل القطايف بسلام من غير احساس بالذنب ومن غير ما انا متصوت لنا. اول حاجه ناكل القطايف بعد وجبه كامله، بعد الفطار على طول، او ناخد قبلها وصفه سد الشهيه، او ناخد حاجه من مجموعه الياف فرسيليوم زي الحاجات اللي انا هقول لكم عليها في الكومنتات. رقم 2 ممكن برضو ناخد قبل القطايف اي حاجه فيها الياف الشيتوزان، زي حاجات كتير هقول لكم عليها في الكومنتات، كروموشات وشيتو وشيتوزان نفسه عشان يقلل امتصاص السكر ونشويات اللي في القطايف. تالت حاجه هو انا اخد حاجه من مجموعه الاورليست هقول لكم عليها في الكومنتات عشان تقلل لي امتصاص الدهون اللي موجوده جوه القطايف لو كنت انا عاملاها مقليه او ما كنتش عاملاها يعني في الاير فراير. رابع حاجه وهو